بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليلة المباراة مباراة الأهلي والعين الإماراتي ببطولة بطل دوري أبطال أفريقيا، بطل أفريقيا وبطل دوري أبطال آسيا وبطل آسيا، الأهلي والعين الإماراتي. ماتش من العيار التقيل. شفنا النهاردة تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي، هو وكابتن الفرقة محمد الشناوي. صحفي بيسأل كولر أثناء المؤتمر بيقول له اشمعنى الأهلي في الفترة الأخيرة ما بيسجلش ما بيلعبش طريقة لعب مفتوح كده وبيسجل يعني ايه من الحركة يعني. قال له طب والضربة الركنية يعني ما تتحسبش ولا ايه؟ يعني الهدف اللي يجي للأهلي أو اللي يسجله الأهلي من ضربة ركنية ما يتحسبش؟ طبعا يعني كولر هو ايه من طبعه الهدوء والابتسامه دايما والضحك والهزار. فالكابتن محمد الشناوي طبعا يوجه رسائل بيقول مستعدين كويس لماتش العين، ونأمل ان الاستاد يكون مليان. طبعا يا شناوي الاستاد هيكون مليان بكره. جمهور الاهلي هتلاقيه اللاعب رقم واحد. خد بالك الماتش ده بمستوى الاهلي في الفتره اللي فاتت لو بره القاهره مش على ارض، مش في القاهره ووسط جمهور الاهلي، كان هيبقى فيه مشكله فنيه للاهلي. لكن الاهلي الماتش في استاد الرعب استاد القاهره، وهتلاقي 60-70 الف مشجع اهلاوي بكره يحركوا الصخر، فده اللي هيفرق وهيكون العامل الاساسي والرئيسي في فوز الاهلي بكره على العين الاماراتي. لا تقول لي لبا كوجو بقى، ولا تقول لي سفيان رحيم، ولا تقول لي اي حد. انا اتوقع فوز الاهلي بفرق 2 بكره. كاهلاوي شايف الماتش ازاي؟ قول رايك، قول توقعك في تعليق. شايف الاهلي ازاي الماتش الاهلي والعين الاماراتي ازاي؟ قول رايك، قول توقعك. والله شايف الاهلي يفوز 2-1، 3-1، 2-0، 1-0، ومين اللي هيسجل اهداف؟ قول رايك برضه. طيب، فتصريحات كولر كلها في المؤتمر الصحفي تصريحات تنم عن مدير فني كبير واعي فاهم. وتصريحات محمد الشناوي برضه نفس القصه. محمد الشناوي شاء من شاء وابى من ابى. يعني محمد الشناوي اسمه في حته تانية على راي سيف زاهر مستواه. طيب، تشكيله الاهلي بكره: محمد الشناوي في حراسه المرمى وليس مصطفى شوبير. وفي الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. في الباك رايت يتواجد ممكن عمر كمال عبد الواحد، وممكن اكرم توفيق، واحد من الاثنين، او اكرم توفيق في وسط الملعب وعمر كمال في الباك رايت. امام عاشور مروان عطيه واكرم توفيق ثلاثي وسط الملعب. في الباك ليفت هتلاقي يحيى عطيه الله المتالق جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، خاصه في السوبر المصري ادى اداء رائع. وقدام هتلاقي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات والفلسطيني وسام ابو علي، المهاجم السفاح وسام ابو علي. دي تشكيلة الاهلي من وجهة نظر متوقعة. لو عندك تعليق عليها قول رأيك، رأيك يحترم، رأيك يحترم. طيب، دي بالنسبة للتشكيل. توقعاتنا قلناها وتصريحات كولر ومحمد الشناوي. اضرب اللايك بقى، صلي على حبيب محمد. تعالى بقى نخش في موضوعنا. اتبع علي معلول بعد تصريح الكابتن محمد رمضان، ورأيك كأهلاوي قوله في الموضوع ده. زوجة علي معلول كتبت تويته او تغريده او بوست او منشور، سميه زي ما تسميه، ملخصه بتقول علي معلول هيرجع اقوى من الاول وهيكمل مسيرته الكرويه. لكن هنا ما قالتش داخل جدران الاهلي ولا فين. هي طبعا رساله حماسيه تشجيعيه
سبورت ليه. فعلي معلول تصريح الكابتن محمد رمضان امبارح كان كالصاعقة على كتير من الأهلاوية، غضبوا جدا من هذا التصريح. ليه؟ شايفين علي معلول انه لسه مش اخر السنه دي يعني، ولا خلاص علي معلول هيعتزل ولا الكلام ده. لا، شايفين لسه مسيره علي معلول لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. فشايفين لسه قدامه كتير، قدامه سنتين ثلاثه زي ما يقدر يدي. ليه علي معلول انا بعتبره، قلت امبارح وقلت النهارده، علي معلول من احسن المحترف، من افضل المحترفين اللي دخلوا بوابه النادي الاهلي اخر 30 40 سنه. لا عمرك سمعت عنه مشكله، ولا عمرك شفت علي معلول يعني اتكبر. لا، لعيب محترف، تحسه انه من ابناء الجزيره، من ابناء النادي الاهلي. فالكلام بقى ورايح جاي واخبار وانباء طالعه ولجان وشغاله وسوشيال ميديا، اعتزال علي معلول، ده علي معلول مش عارف هيروح فين، ده علي معلول فين، ده كله كلام. خد بالك، علي معلول بنسبه كبيره ممكن يلعب السنه دي في الاهلي ويعلن اعتزاله، مش هينتقل لاي نادي. لان في ناس بقى بدات تعلى تقول لك ده علي معلول الزمالك هياخد علي معلول. الزمالك عنده فتوح وبنتايج ومحمد حمدي، ثلاثه في البطل. انك تقول ان علي معلول مضى وهيروح للزمالك وخلاص، وعلى طريقه عبد الله السعيد وعلى طريقه مش عارف مين واللعيبه الكبيره، ما اعتقدش. اعتقد ان علي معلول هيختم حياته ويختم مسيرته في الاهلي. وممكن علي معلول لما يرجع من اصابته ويرجع يلعب وكولر يديله فرصه، لا ممكن علي معلول يكسر الدنيا وتصريح الكابتن محمد رمضان اللي قاله مع شوبير امبارح كانه لم يكن، كأن لم يكن. مستوى اللاعب، انت شايف عبد الله السعيد في الزمالك مثلا، عبد الله السعيد من احسن لعيبه الزمالك، من احسن اللعيبه. بيلعب يا راجل ده لعب 120 دقيقه في ماتش بيراميدز و120 دقيقه في ماتش الاهلي في السوبر المصري، وبيشوط ضربات جزاء ما بيجليش. فعبد الله السعيد، واو، شوف عبد الله السعيد سنه كام سنه، علي معلول اصغر منه بكتير. فالعمر مش رقم. شيكابالا لسه جاي له دلوقتي، شوف كام سنه. فعلي معلول اعتقد انه الملعب هو الفيصل، الملعب هو الفيصل. رسالتك كاهلاوي لعلي معلول قولها، رسالتك كاهلاوي لعلي معلول قولها. شيكابالا زعلان حزين، ما حضرش التدريب النهارده، قال لك استأذن من جوميز بسبب ضربة الجزاء اللي ضيعها. هجوم الزملكاويه وحفلات وتحفيل الاهلاويه عليه مخليين نفسيته زي سيئه جدا. يعني خالد الغندور النهارده وميدو اخبار كتير طالعه من نادي الزمالك بتقول نفسيه شيكابالا سيئه جدا بسبب اللي حصل في السوبر المصري وضياعه لركله الجزاء او ركله الترجيح، وهجوم الزملكاويه عليه وبيطالبوه بالاعتزال والكلام ده. فهنشوف قصه شيكابالا دي، لكن شيكابالا من الواضح انه ممكن تنتهي مسيرته. واكبر الله عز وجل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.